في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق بين الانلودنج فالف والكاونتر بالانس فالف، والاتنين من نوعية البريشر كنترول فالف. الانلودنج فالف في الطبيعي بتاعه بيكون مقفول، ووظيفته هي تصريف السائل للتانك مباشرة عند وصول الضغط في جزء من أجزاء المنظومة لضغط احنا محددينه. الكلام ده بيحصل ازاي؟ الأول تعالوا نشوف بيتكون من ايه. من مسمار الضبط اللي بنضبط بيه قوة ضغط السوستة اللي بتبقى تحته على طول، ومن الجزء اللي بيقفل الصمام وبيفتحه واللي بيكون في آخره بوبت، ومن المدخل والمخرج اللي بيودي للتانك على طول، ومن فتحة البايلوت بريشر، والفتحة دي هي اللي بتتحكم لي في الصمام ده لأن الإشارة بتيجي من خلالها. الصمام ده بيتسمى ريموت بايلوت اوبريتد فالف، وهنعرف ليه دلوقتي. لازم نكون عارفين طبعا رسمة الصمام ده في الدوائر واللي بتكون بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف في الدايرة بيشتغل ازاي. في الدايرة دي في مضختين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، وده هو الانلودنج فالف. وزي ما انتوا شايفين الإشارة جايله من مكان بعيد عنه، من عند المضخة الصغيرة، عشان كده اتسمى ريموت بايلوت اوبريتد فالف. وده تشيك فالف، بيمنعني ان السائل اللي جاي من المضخة الصغيرة يتصرف للخزان فيقفل عليه المسار ده. دلوقتي لما المضختين يشتغلوا هنلاقي ان البستم بيتحرك بسرعة، وما بيكونش فيه ضغط يقدر يفتح للصمام. ولما البستم يوصل للحمل اللي احنا عايزينه بيزيد ضغط السيستم، وفي الحالة دي بتيجي الإشارة للأنلودنج فالف عن طريق البايلوت لاين اللي متوصل له عند المضخة الصغيرة. والإشارة دي بتكون عبارة عن ضغط السائل واللي يقدر يزق سوستة الصمام ويفتحه، وبكده المضخة الكبيرة هتودي مباشرة على الخزان. يعني الدايرة هتستغنى عن المضخة الكبيرة وبنكتفي بالمضخة الصغيرة بس. ولما البستم يخلص شوطه ويرجع لوضعه بيقل ضغط الدايرة، والصمام بيرجع يقفل تاني بواسطة السوستة. نيجي بقى للكاونتر بالانس فالف، واللي بيتكون من فتحتين بس، فتحة الدخول وفتحة الخروج، واللي بيكون مقفول في العادي بتاعه. الصمام ده بيكون عبارة عن بريشر ريليف فالف متركب معاه على التوازي تشيك فالف، ودي الرسمة بتاعته مع التشيك فالف واللي لازم نكون عارفينها. وظيفته ايه بقى الفالف ده؟ وليكن مثلا عندنا فلارك أو رفاعة بالمنظر ده، شايل وزن على ارتفاع من سطح الأرض، ده غير وزن الرفاعة نفسه اللي شايل الحمل. وبفعل الجاذبية الأرضية هتسحب الأوزان دي لتحت. ما سألتش نفسك ليه لو المعدة دي فصلت مرة واحدة أو حصلت أي مشكلة المفروض إن الأوزان دي تقع مرة واحدة على الأرض؟ هنا بقى بيجي دور الكاونتر بالانس فالف، واللي بيعمل مقاومة ومعوقة للسائل اللي خارج من المكبس في حالة إني بنزل الحمل. تعالوا نشوف الكلام ده بدايرة. وليكن مثلا عندنا بيستم عند النزول بتاعه متركب كاونتر بالانس فالف. لو مثلا دلوقتي الفالف ده مش موجود وشغلنا البامب، السائل هيروح بضغط عالي عشان يزق البستم، والضغط ده هيتضرب في مساحة البستم فهيعمل لي قوة تانية برضه، وبالتالي البستم هينزل بسرعة عالية جدا. طب الحل ايه؟ الحل اننا نحط حاجة تعيق سرعة الخارج بتاع الكباس، والفالف ده هو اللي بيقوم بالدور ده، بحيث اول ما ضغط السائل يوصل لقمة ضغط السوستة الفالف هيفتح والسائل هيهرب للتانك بهدوء. اما بقى لما نيجي نعكس الشغل ده، السائل مش هيلاقي مكان يعدي منه من الفالف، فبيعدي من التشيك فالف،